هو يعني ايه فلان طاهر؟ ويعني ايه طهاره اصلا؟ الطهاره في اللغه يعني النظافه، بس ثانيه واحده، هي الطهاره اصلا ليها معنى تاني؟ قال لك ان الطهاره لو عايز اصنفها بصنفها على قسمين، في حاجه اسمها طهاره معنويه وحاجه تانية حسيه. والمقصود بالطهاره المعنويه هي طهاره قلب العبد نفسه من الشرك والمعاصي. وربنا قال في سوره التوبه انما المشركون نجس، والنجاسه هنا زي ما قلت لك هي نجاسه معنويه، والمقصود بها نجاسه قلوب المشركين نفسهم وعدم توحيدهم وايمانهم بربنا. وفي سوره الاحزاب قال تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. والطهاره الحسيه هي رفع الحدث وزوال الخبث، والحدث هو اي حاجه تحصل لك تضطر انك تتوضى بعدها، وهنا انت رفعت الحدث عن طريق الوضوء. والحدث الاكبر بقى الحاجه اللي بتضطر انك تغتسل بعدها وما ينفعش فيها الوضوء، زي الجنابه او الجماع او حتى الاستمناء. وبالمناسبه الاستمناء حرام ولا يجوز شرعا، وهنتكلم عن ده في فيديو بالتفصيل. زوال الخبث هو المقصود بيه ازاله النجاسه نفسها، والنجاسه دي ممكن تكون في بدن المصلي في جسمك يعني، او المكان اللي هتصلي فيه، او هدومك اللي هتصلي بيها. انا محمود مختار ودي حياه مسلم، شير في الخير.